السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض فطاير قمر كده زي ما انتوا شايفين. هعملها معاكم بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وتقدروا تحشوها بأي حشوة انتوا حابينها، اذا كان حلو او حادق هتطلع معاكم بجد تحفة. انا عملتها النهاردة بحشوة العجوة، وكمان حشيت شوية كده بالشوكولاتة. ممكن تحشوها بالجبنة او تعملوها بالفراخ، يعني زي ما تحبوا. تعالوا على طول كده نشوف الطريقة. بس لو أول مرة تشوفوني، أنا أسماء شاور ودي قناتي. ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. أول حاجة كده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اول حاجه كده هجيب معايا كوبايه من اللبن، وطبعا ممكن تستبدلوها بالميه عادي جدا. معايا كمان معلقه كبيره من السكر، نص معلقه من الملح، معلقه صغيره من البيكنج باودر، ومعلقه صغيره كده من الخميره. معايا كمان معلقه كبيره كده من الخل. هحط كمان عليهم كده ربع كوبايه من الزيت، حوالي كده معلقتين كبار. هقلب بقى كل المكونات دي مع بعضها كده، وهيكون عندي هنا نص كيلو من الدقيق. نص كيلو يعني 4 كوبايات بمج الشاي. هقلب الاول بالمعلقه كده لحد كل الدقيق ده ما يختفي معايا، وبعد كده هعجن بايدي. انا ضفت في الاول كده كوبايه لبن، ولو احتاجت معايا هضيف لها كده بالتدريج علشان العجينه ما تطراش معايا. خلاص كده هشيل بقى المعلقه وابدا اعجن بايدي كويس جدا. هنا العجينه حسيت ان هي ناشفه شويه، هضيف لها شويه لبن كده بالتدريج، يعني معلقه بمعلقه كده علشان العجينه ما تطراش معايا. وزي ما قلت لكم ممكن تعجنوا بميه عادي جدا برضو بتطلع حلوه. بفضل اضيف اللبن كده بالتدريج لحد العجينه ما تتلم معايا وتبقى بالملمس الناعم اللي انتوا شايفينه ده. انا مش عايزه العجينه بتلزق خالص في الايد، عايزاها تبقى كده متماسكه. بعد ما خلصت عجن كده بحط عليها كده دهنه زيت بسيطه على وشها كده وفي الطبق علشان ما تلزقش معايا. هسيبها حوالي ربع ساعه تخمر، وبعد ما خمرت معايا بقطعها كور بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الكمية اللي عندي دي هتعمل معايا 10 فطاير كبار. لو حابين انتوا تصغروا شوية هتعمل معاكوا اكتر من كده. بقطعها كده على صينية، انا حاطه عليها شوية دقيق كده عشان العجينة ما تلزقش معايا في الصينية. خلاص كده خلصت تقطيع العجينة كلها، هغطيها برضو بالكيس كده علشان وشها ما ينشفش، وهسيبها حوالي 5 دقايق بس مش اكتر من كده ترتاح معايا. هاخد اول واحدة انا قطعتها، طبعا هتكون ارتاحت معايا اكتر، فهبدأ افردها كده بالشكل ده. بعد ما فردت العجينة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هجيب بقى كده سكينة وابدأ اعمل فيها فتحات جنب بعضها بالشكل ده كده. في الوقت ده هتحشيها بقى الحشوة اللي انت حباها. انا حطيت هنا عجوة، هقفل عليها من الحروف بتاعتها كده علشان مفيش حاجة تطلع معايا بعد التسوية. وبتني كده الحروف، كل ما الف العجينة بتني الحروف عليها بالشكل ده. اضغطوا بقى على العجينة وقفلوها كده. الحتة اللي انا بقفلها دي هي اللي هتبقى في ارضية الصاج كده. هعمل معاكم بقى كمان واحدة كده بالشوكولاتة. هجيب برضو العجينة كده هفردها فردة بسيطة بايدي، وبعد كده هفردها بالنشابة. بعد ما فردت العجينة زي ما انتوا شايفين، بجيب السكينة واعمل فيها فتحات، مفيش اسهل من كده. عندي بقى هنا شوكولاتة وانا مقطعاه كده قطع صغيرة، احط كل حتة جنب التانية كده. قفلوا بقى العجينة كويس جدا علشان الشوكولاتة ما تطلعش معاكم وقت التسوية. هتني بقى العجينة، ومن الجناب بتاعتها لازم تتنيها كده عليها وتقفليها كويس. هبدأ ألفها رول كده، مع كل لفة بتني الجناب بتاعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ابدأي قفليها من هنا بقى كده، قفليها كويس علشان العجينة ما تفتحش معانا بعد ما تخمر. هرصهم بقى في صينية كل واحدة جنب التانية، بس بسيب مسافة بسيطة علشان هي لسه هتخمر وهيتضاعف حجمها. بعد ما خلصت تشكيل كده العجينة لازم اديها دهنة مية كده علشان العجينة وشها ما ينشفش معايا، وهسيبها لحد ما تخمر. بعد العجينة ما خمرت معايا وتضاعف حجمها بالشكل ده، جبت بقى معلقة سكر صغيرة كده على ربع كوباية من اللبن، ودوبتهم مع بعض كويس، وهدهن وش العجينة بالشكل ده. ممكن تدهنوا وشها بمية وسكر، مش لازم لبن يعني، وبتطلع برضو حلوة جدا. عملتها معاكم في فيديوهات كتير. هدهن الفطاير بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده ادخلها الفرن على درجة حرارة 200
في الرف الوسطاني بولع من تحت بس، ما بولعش الشواية غير في الاخر لما تاخد لون حلو من تحت كده بروح مولعة الشواية علشان كمان وشها يحمر. هتقعد معايا في الفرن حوالي كده ربع ساعة او اقل كمان من ربع ساعة على حسب ما هتستوي معاكي. خلوا بالكوا لو انتوا هتعملوا عصاج ده فهو بيلسع بسرعة، فانا بحط تحته صينية تانية ألمونيوم كده علشان ما يلسحش معايا بسرعة الحاجة وتلاقيها شيطت معاكم. فخدوا بالكوا لو انتوا هتعملوا في الصاج الشكل ده كده. هنا الفطاير بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن، اول ما تطلع لازم تغطيها بفوطة كده علشان تفضل معاكي طرية وما تنشفش. بعد ما غطيتها كده وسبتها حوالي 10 دقايق بروح دهنة وشها كده دهنة سمنة بلدي، بتخلي ريحتها وطعمها حلوين جدا وكمان بتديها لمعة حلوة جدا. شايفين بقى كده الجمال؟ انا فتحت اللي بالعجوة، دي بقى اللي بالشوكولاتة. شايفين تحفة، الشوكولاتة سايحة جواها وقمر كده. شايفين من جوه عاملة ازاي؟ الشوكولاتة كلها ساحت جوه كده. جربوها بقى علشان بجد تستاهل التجربة. لحد هنا كده انا خلصت الفيديو، يا رب اكون فدتكم باي حاجة. استنوني الفيديو الجاي، استنوني فيديوهات كتير حلوة، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.